لا، لا اعتقد أخ سعد هذا الخطاب حقيقة الامر دليل واضح على قراءة موضوعية لخطورة المرحلة التي يمر بها العراق، ولذلك انا اعتقد هذا التصريح غير مبالغ به. انا امل ان يكون هذا خطاب رسالة تحذير الى الذين فجروا الازمة، ان يعيد النظر بسلوكهم ويعملوا على ترشيد خطابهم وسياسة إدارتهم للدولة العراقية. هذا الخطاب خطاب موضوعي، ومن حق السيد أردوغان أن يقلق على استقرار العراق الذي هزه بعنف إثارة هذه المشكلة من قبل هذه الأطراف، لأن اليوم العراق جار إلى تركيا، وعدم استقرار الوضع العراقي سوف يؤثر إن آجلا أو عاجلا في الوضع التركي الداخلي. لذلك تركيا حريصة جدا على استقرار العراق، وأنا حقيقة أحيي الإدارة التركية لدعوتها لكافة الفرقاء أن يجلسوا على طاولة المفاوضات وأن يحسموا هذا الجدل السياسي، وأن يتحقق العدل وتطبيق القانون على الجميع. هذه الرسالة كانت رسالة حقيقة تدل على الشعور العالي بالمسؤولية من جانب تركيا، وأنا آمل أن تلقى كل هذه النداءات النبيلة أذنا صاغية في تصويب مسار العملية السياسية في العراق. الملاحظ أن هذه الرسالة والتحذيرات جاءت من السيد أردوغان وتركيا وليست من دول صديقة لكم مثل قطر، السعودية والكويت، لماذا برأيك؟ والله هذا السؤال يترك لهذه الدول، الدول تجتهد بما تستطيع. أنا لا أعتقد أني ألزم هذه الأطراف. أنا علاقاتي مع الجميع طيبة حقيقة الأمر. الاتفاق على صيغة معينة تنهي حالة الشلل التي أصابت العراق خلال الفترة الأشهر التي سبق تشكيل حكومة، وبالتالي تركيا حريصة جدا من هذا الجانب على أن الجهود التي بذلتها في السابق لا تضيع سدى. اليوم الخطاب واضح أن تركيا تنظر إلى أن الحكومة يفترض أن تكون حكومة لكل العراقيين، أن ينتهي الخطاب مسؤول في إشارات طيبة. أنا آمل أن تكون كما ذكرت أن تلقى أذن صاغية. أما لماذا لم تتدخل أو لماذا لم ترسل مثل هذه الرسائل بقية الدول؟ أنا والله لا أعلم أوضاع تلك الدول. أنا لم أتقدم بطلب لأي دولة من الدول أن تتدخل في هذه المسألة، لكن الشعور العالي لتركيا ربما هو الذي دفعها لأن يلقي هذا الخطاب دولة رئيس الوزراء التركي. طيب، لا سمح الله في حال وصول الأمور إلى طرق مسدودة ولم تنفع الوساطات والتدخلات والحلول الوسط، هل فعلا كما روج أنكم ربما ستلجؤون إلى تركيا وهي أبوابها مشرعة كما صرح بذلك مسؤولون؟ أولا إخواني في الفيسبوك يسألوني لماذا لا يعود الهاشمي إلى بغداد. إخواني الأعزاء، أنا جاهز حقيقة الأمر أن أتقدم أمام القضاء العراقي. أنا لم أطلب قضاء الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. أنا كل الذي طلبت نقل المحاكمة من بغداد إلى كركوك. لماذا لا أعود إلى بغداد؟ السيد المالكي أنهى فوج الحماية، لم يعد لي فوج حماية اليوم، نزع كامل أسلحته وألقى القبض على العديد من ضباطي. المسألة الثانية، اليوم مكتبي مدمر في بغداد وقد سرقت كافة أجهزة الحاسوب، وأيضا